انا مش جاي اتكلم عن حكايتي، انا جاي اسمع حكايتك انت. هو انت يا ابني شارب لك حاجه على الصبح وجاي تفوق عليا؟ ما كلنا شاربين المر من الكدابين اللي حوالينا، وانت فاهمه قصدي كويس. تقصد ايه الكلام ده؟ تعالي معايا وانا اوريك انا اقصد ايه. اجي معاك فين؟ احنا بنحاول نقرب الناس المنسيه عشان نفكرهم ان الدنيا لسه بخير. على فكره احنا ما بنديش حد فلوس ولا لينا اي اتجاه سياسي. كل اللي بنعمله لما نلاقي حد عايز يتعلم بنعلمه، ولو واحد مش فاهم وعايز يفهم بنفهمه. اهم حاجه بنعملها ان احنا بنقف قدام الكدابين ايا كانوا بقى، تبع الحكومه او تبع المعارضه او ما بينهم حتى، مش فارقه. طب انا برضه يعني مش فاهمه لحد دلوقتي الاتوبيس ده رايح على فين بالظبط؟ الاتوبيس ده رايح حته منسيه، يمكن انت ما تسمعيش عنها اصلا. بنروح نشوف الناس ونقعد معاهم، بنحسسهم ان احنا معاهم. طب وانت ليه اخترتني انا بالذات عشان تقولي الكلام ده؟ عشان سمعت عنك كتير وعرفت حكايات وحكاوي ملهاش اخر، طلعت منها في الاخر بنتيجه واحده بس. اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ لانك زينا بتكرهي الكذب والكدابين. ها نجرب؟ بص يا علي، انا جربت بلاوي كتير قوي في حياتي، ما يقدرش لو اجرب حاجه جديده يمكن تطلع هي اللي صح. يلا بينا. يلا. هو انت خايفه ولا ايه؟ لا انا مش بس يعني مش فاهمه انت جايبني هنا ليه؟ جايبك وسط الناس الغلابه عشان تشوفيهم. هي الناس دي عايشه في التراب وتحت التراب كمان. مش فاهمه حاجه. طب بقول لك ايه؟ قول. بدل بقى فاهمه ومش فاهمه، ما تيجي نشتغل كده مع الشباب ونوزع مع الناس. ايه رايك؟ نوزع ايه بقى؟ البطاطين اللي احنا جايبينها. هي الناس دي ما عندهاش بطاطين كمان؟ هو انت ما تعرفيش ان في بلدك لسه في ناس بتموت من برد؟ يلا يلا. ما بقيناش بنعد الايام ولا السنين، اترمينا هنا من بعد ما بيتنا وقع، وقالوا لنا روحوا في البتاعه دي اللي اسمها ايه يا ابو زينب؟ أنا فاكر يا أم زينب. قصدك خيم الإيواء يا حاج؟ ايوه البتاعه دي اللي اسمها الإواء. هما يعني مش بيبنوا لكم بيوت تقعدوا فيها؟ أنا الكلمة دي سمعتها قبل كده. في واحد كبارة كده جه حط 50 جنيه في إيدي وقال حاجة زي كده. ايوه مش الراجل بتاع الانتخابات؟ هو وما عرف إن إحنا ما عملناش صوت ما وراناش وشه تاني أبدا. لا وايه، والتلفزيون جه وصورنا. مش كده يا ابو زينب؟ عملوا كام صورة كده وادونا اللي فيه الاسم. طب انا عايزه افهم انتوا عايشين ازاي؟ بتاكلوا وبتشربوا منين؟ إن كان على الأكل والشرب ما كانش حد غلب. يعني ايه مش فاهم؟ ادينا مستنيين دورنا. يا ابو زينب ربنا يجعل يومي قبل يومك، ما تقولش كده يا راجل. مش هتفرق يا ام زينب، الاتنين جار بعضيهم.